السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انتوا اول مرة تشوفوني انا دينا، قناتي مطبخ دينا يوسف، هبقى مبسوطة اوي لو اشتركتوا عندي في القناة، وياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير. النهاردة كده ان شاء الله هعمل معاكم بقى القراقيش المبسوسة بطريقة ان شاء الله تعجبكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم. انا جبت كده كيلو دقيق وحطيت عليه رشة ملح، ومعايا كوباية ونص سمنة ونص كوباية زيت. وهنا 3 معالق كبار نشا وريحة الكحك وسمسم زي ما انتوا شايفين كده. احطهم بقى على الدقيق واقلبهم بقى مع بعض، وحطيت كمان عليهم معلقتين سكر كبار. وهنا معايا كمان معلقة بيكنج باودر كبيرة، وكيس خميرة فورية دريم. يعني انتوا لو بتحبوا تستعملوا اي نوع استعملوا دريم، مفيش احسن منه، ممتازة. حتى مش بعمل لها اختبار ولا اي حاجة، بحطها على طول بتطلع معايا ما شاء الله تحفة. اخد بقى السمنة اللي عندي والزيت كده اللي على بعض دول، احطهم على البوتاجاز عشان عايزة افكهم، بس انا عايزاهم يسخنوا، مش هقدحها بس هخليها تسخن. ايوه كده زي ما انتوا شايفين كده. احطهم بقى على الدقيق اللي انا حطيت عليه رشة الملح وحطيت عليه السمسم وريحة الكحك ومعلقة الكبيرة بيكنج باودر والخميرة. بتحبوا بقى تحطوا شمر ينسون، اي حاجة تانية انتوا بتحبوها، بألف هنا وشفا. اقلبهم كده مع بعض كويس قوي. اهم حاجة بقى في القراقيش ان انتوا تبصوها كويس. انا هاخدها كده اقلب بس السمنة كده مع الدقيق لغاية اما الدقيق يختفي كده شوية، وابسها على ايدي بقى كده على قد ما ربنا يديكوا الصحة تبسوها، هتاخدوا منها ان شاء الله نتيجة تجنن. زي ما انتوا شايفين بصوا عاملة ازاي. البس دوت هو اللي بيديكوا في الاخر النتيجة بقى اللي انتوا ان شاء الله تحبوها. تبقى معاكم ان شاء الله القراقيش كده مقرمشة ومن جوه مورقة وبتدوب في البق. او بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا العجينة بقت عندي عاملة ازاي كده لما بمسكها بتلم على نفسها. هنا بقى معايا كوباية لبن دافية، انزل بيها كده على العجين على حسب ما بياخد بقى. انا في الاول بديها كده كوباية كاملة، بحطها كلها، بعد كده بيبقى معايا نص كوباية تاني، بحط بقى شوية شوية اعجن فيها كده لغاية اما اخلي اللبن ده كده يضيع مع الدقيق. كده انا شايفاها برضو محتاجة ايه، محتاجة لبن. يعني هي عايزة سوائل تاني، ممكن تحطوا بدل اللبن ممكن تحطوا مية، تحطوا معاها مثلا معلقتين كبار لبن بودرة براحتكم. انا حطيتها بقى كده على الرخامة عشان اعرف اعجنها كويس. حطيت كده برضو ربع كوباية لبن تاني، وكنت حاطة معاه معلقة قشطة. ماما بتحب تعملها بالقشطة اوي، فقلت اما اعمل زي ماما. افضل بقى افتح كده في العجينة والمها لغاية اما تشرب اللبن اللي انا حطيته ده كله. بتختلف بقى من نوع العجين، في دقيق ما بيشربش سوائل كتيرة وفي دقيق بياخد سوائل كتيرة. انا كده كنت عجنتها كويس قوي وبقت كده معايا تمام. اسيبها بقى تريح
وبعد ما ريحت معايا كده بقى اخد منها حتة افردها كده زي ما انتوا شايفين اهو بالطريقة دي كده. اعملها زي صباع الكفتة بعد كده بططها. اظبطها بقى على قد ما اقدر كده. لو انتوا شايفين عايزين تظبطوها ازاي براحتكم. واقطعها بقى، يعني انتوا شايفين بتحبوا بقى الصباع بتاع القراقيش ده قد ايه، صغير كبير زي ما بتحبوا. انا كده عندي كده تمام. كده بقى قطعتهم كده وبقوا زي الفل. ادخلهم بقى الفرن. كانوا طلعوا معايا وبقوا بالجمال ده. بصوا السوا بتاعهم تحفة. بصوا التسوية بتاعتها في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. حاجة بقى مستوية بقى ومورقة من جوه وتحفة وبتدوب في البق. ان شاء الله لو جربتوها طريقتها هتعجبكم قوي. ما تنسوش بقى تعملوا الفيديو لايك وشير، تعملوا القناة سبسكرايب. كنت عاملة كمان منها، بصوا القرص الجميلة دي كانت تحفة في منتهى الجمال. يلا ما تنسوش بقى لايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني. باي باي.